السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو ديالي بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد، والفيديو ديال اليوم فيه واحد الخبيز اللي غادي نعجنوه غير بالملعقه وغيجينا رائع، غيجي خفيف وكيجي مهوي وكيجي مقرمش كيف قلت لكم غير بالملعقه، وكيوجد فرمشه العين. سهل منه ما كاينش. هاد الخبز كنلقاوه غير في المخابز الكبرى وكيجي بنين ما تشبعوش منه. بقاو معايا حتى الاخير تشوفوا طريقه التحضير ديالو، كيستحق التجربه. يلا هو معايا. في البول غادي نديرو الماء دافي. هنا درت تقريبا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الماء دافي. زدت عليهم 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الخبز، بما انه الجو يعني بارد كنكثروا شويه الخميره. غادي نزيدو عليهم معلقه كبيره ديال العسل، تقدروا تعوضوها بسنيده الا ما كانش العسل. وغادي نديرو 2 معالق كبار ديال الزيت نباتيه او زيت الزيتون اللي بغيتو واللي متواجد. صافي، وغادي نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق بطبيعه الحال راه مغربل ومعاود. غادي نبداو كيف قلت لكم نضيفو شويه بشويه وحنا كنخلطو بالملعقه. بالنسبه للدقيق انا عندي هنايا مخلطاه بين الفينو وبين الدقيق الابيض الفورس. نتوما تقدروا ديروا الفورس الا بغيتو بوحدو. انا خلطته هنا درتو مع الفينو، يعني خليط بين الفينو والفورس وبديت كنجمع به الخليط. هانتوما كيف كتشوفوا كنخدم غير بالملعقه. عجينه خصها تكون خفيفه، كنخليو عجينه خفيفه. هذا هو القوام اللي خاصها تكون العجينه ديالنا فيه. صافي، وفي الاخير غادي نضيفوا الملحه. رشيت عليه الملحه هكا من الفوق كيف شفتوا. صافي، وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يرتاح مده هكا واحد نص ساعه. خليته، غطيت عليه وخليته على مرتاح واحد نص ساعه، ورجعت عاوتاني حيدت عليه البلاستيكه ودهنت يدي بالزيت. كيف كتشوفوا العجينه راها خفيفه، يعني غتلصق لكم في اليدين. ضروري ديروا الزيت في يديكم. صافي، وكنديروا له بهذه الطريقه بحال هكا، ماشي كندلكو ماشي كنعجنو، غير بحال هكا. بهذه الطريقه كنهزوه بحال هكا بحال هكا نطويوه، كنهزوه من الجوانب وكنطويوه. صافي، هذه هي الطريقه ديال العجن ديال هذا الخبيز. صافي، غادي ندير له بحال هكا. غادي نرجع نغطي عليه عاوتاني وغادي نخليه يرتاح عاوتاني واحد شويه، عاد غادي نرجع نشكله. صافي، هنا من بعد ما ارتاح عاود دهنت يدي بالزيت. كيف شفتوا العجينه راها خفيفه بزاف، يعني الا ما دهنتوش بيديكم بالزيت راها غتلصق لكم في يديكم. وغادي نرشوا الدقيق في سطح العمل وغادي نحطوا العجينه ديالنا وغادي نحاولوا نقرصوها بحال هكا. بهذه الطريقه غنجيبوها مربعه بحال هكا كنقرصوها. هانتوما الطريقه سهله، وحتى العجينه يعني راه شي حاجه سهله وناجحه 100%. وهنا غادي ناخدو الجبن اصفر مبشور غادي نضيفو، وغادي نضيفو كذلك زيتون اسود مقطع طريفات رقاق. نتوما عارفين المزيج بين الزيتون والجبن كيفاش كيجي الخبز او المملحات ديالنا، المذاق ديالهم كتجي شي حاجه خطيره. صافي، وجمعت العجينه كيف شفتوا بحال هكا، وانا كنرش الدقيق، كنستعمل بالدقيق باش العجينه ما تلصقش ليا. صافي، طويت على داك الجبن والزيتون، جمعت عليه العجينه كيف شفتوا الطويه كيفاش درت ليها. صافي، وغادي نقرصوه دابا باش غادي نشكلوا الخبيز ديالنا. صافي، الطريقه كيف قلت لكم راها سهله والفيديو راه موضح نفسه. صافي، هكا كنحاولوا نجيبوها مربعه عاوتاني تجي مربعه. صافي، وغادي نقطعوا بهاد القطاعه او بموس يعني اللي متوفر، كنقطعوها بحال هكا مربعات. صافي، وكنجمعو هكا
الخبيزه بحال هكا. كنجمعوا لها القنيتات ديالها، كنجيبوهم بحال هكا وكنجمعوهم، وحنا كنستعنوا بالدقيق لان عجينه خفيفه بزاف. هانتوما شوفوا، كنجمع دوك الجوانب 4، كنجمعهم وكنلقيهم في الوسط، وإلا بانت لينا هكا شي زويتينه هكا خارجه ندخلوها، نحاولوا ندخلوها هكا في الوسط. صافي بحال هكا. الطريقه راه سهله، غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الخبيزات ديالي كاملين. وهنا رانا مباشره غادي نديرهم في الطاوه، غندهن الطاوه بالزيت وغنحطهم مباشره في الطاوه. تقدروا ديروهم في المنديل بهذه الطريقه، في المنديل الا بغيتو، يعني بالطريقه اللي كتبغيو. صافي وهنا كنزيدو نرشو هكا الدقيق من الفوق تيعطيهم واحد المنظر زوين ملي كيطيبوا. صافي وغادي نخليو الخبيز ديالنا يرتاح يختمر، غنغطي عليه ونخليه حتى كيختمر، كيضاعف الحجم ديالو وكيولي بحال هكا. هنا راه اختمر، دابا غادي ندخلوه يطيب. انا بالنسبه للطياب ديالو شعلت له لتحت وخليته طاب على خاطرو باش تجيني ديك التقرميله اللي بغيت نحصل على ديك التقرميله. خليته طاب من التحت، عاد هبطته تحمر من الوجه ديالو. صافي وهنا الخبز ديالنا راه وجد وخرجناه من الفران، وها هو قسمته معكم وشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيف قلت لكم خفيف، كيجي مهوي، كيجي مقرمل بنين. الريحه ديالو كتحمق، الريحه كتجي خطيره فيه، المذاق، البنه، شي حاجه رائعه. وكيف قلت لكم ديك التقرميشه اللي تعجبك كتلقايها فيه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. شاركت معكم في هذا الخبيز الرائع اللي كيستحق التجربه، نتمنى تجربوه، راه فعلا ساهل وكيجي بنين. وجدوه لوليداتكم الفطور، سهل منه ما كاين، كيجي لذيذ ما تشبعوش منه. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وتعليق زوين وبارطاج الفيديو. وبسلام عليكم، ونتلاقاو فيديو قادم ووصفة قادمة إن شاء الله.